في العرض وركنيه ثانيه، الضغط متواصل ومتوالي. وادي امامنا هنا ليسكوت قلب الدفاع الاساسي لانجلترا في اوروبا 2012 كان مع جون تيري، وجول ادي وين روني انجلترا باديه بتركيز وبتصميم وبتسجيل هدف رائع بضربه راسيه ضغط انجليزي في منتهى القوه في منتهى الروعه. هدف وين روني، ركنيه الثانيه ارتقاء اعلى من الجميع. وشوف امامنا هنا، شوف طلع ووجه، وحارس المرمى لنادي فيديوتون المجري الحارس ملادن بوزوفيتش يكتفي بالنظر، ووين روني ياتي لهذا الملعب بقى بعد ايه؟ بعد ما كان يعني تعرض لانتقادات والجماهير قال لك هتقابله وحش، وامامنا هنا بقى مفيش احلى من كده. والركنيات تتعدد والاداء يزداد صعوبه بالنسبه للانجليز واقتراب من التعادل، ولكن جوهارد ومره ثالثه ومره رابعه ومره ثالثه. مش معقول بقى، مش معقول. ادي امامنا اللاعب اللي دخل كبديل دايان ديميانوفيتش في هذه اللقطه يسجل التعادل بعد تراجع انجليزي وبعد فرصه فرصه من 3 فرص، فرصه متعدده الوجوه. شوف امامنا الركنيه، ادي الراسيه الاولى من ديان، ترجع مره ثانيه وترجع له مره ثالثه وترجع له امامنا في الثالثه ثابته. ادي ركنيه ملعوبه بالمقاس الحقيقه من اللاعب فيروتيتش، والدفاع الانجليزي فين؟ وسط الملعب والرقابه مش موجوده. كره حائره وداني ويلبك يسقط في هذا الاختبار، ولكن بقى ديان ديميانوفيتش يسجل التعادل في الشوط الثاني المغاير تماما للشوط الاول. تراجع انجليزي، سقوط في اخطاء كبيره، وكأن انجلترا ارتدت ثوب مونتينيجرو الشوط الثاني. الاداء اللي كان متراهق الشوط الاول من مونتينيجرو الجبل الاسود